السلام عليكم ورحمة الله. ازاي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير يا رب. طبعا انا مش عايزة اقول لكم ان انا مبسوطة جدا 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 بكل الدعم وبكل الناس اللي دخلت عندي على القناة، ودايما بتعلق لي ودايما بتعمل لي لايك حلو زيكم. طبعا انا بحب اشكركم وبحب اقول لكم من كل قلبي انا بحبكم جدا في الله، واتمنى لكم التوفيق والسعادة والخير يا رب. طبعا انا قلت النهارده لازم انا ابتدي بقى، اصحى معاكم من بدريه، اعمل كوبايه نسكافيه حلوه كده لحد ما ولادي يجوا من الحضانه ونفطر مع بعض. طبعا انا كان مطلوب مني اوردر. طبعا انا زي ما انا قلت لكم ان انا مبطله شغل، بس في ناس كده معينه لما بتطلب مني حاجه انا بشتغل على قدي، بطلت انشر على الجروب وبطلت ان انا اعرض شغلي. بس ايه، عشان كان في عندي شويه مشاكل وشويه وش كده، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس في حاجات انا لما بتطلب مني ما تاخدش مني مجهود وما تاخدش مني وقت وما ما تاخدش يعني وقتي من عيالي او من بيتي، ف فبشتغل وبعملها. تمام. فالحمد لله طبعا باركولي، انا رجعت العجان تاني من عند بابا وجبته. الحمد لله. قلت هشتغل بقى الفيديو ده، لازم اصوره معاكم ولازم ايه اشارككم الحاجات اللي انا بعملها. طبعا انا دخلتكم في حياتي وانا دخلت حياتكم، يبقى لازم تبقوا مشاركيني في كل حاجة انا بعملها في حياتي، حلوة او وحشة. ما عدا حاجة واحدة بس، في مشاكل ساعات يعني مشاكل شخصية كده، اللي هي بتحصل في كل البيوت يا جماعة. في ناس غيري بتطلع تعرضها وفي ناس كتير بتطلع تقولها، انا ما بحبش كده. لا، انا بحب ان تبقى مشاكل الخاصة لبيتي والاهل بيتي بس. ما بحبش ان انا اطلع اتكلم فيها مع اي حد. بس كل الفكرة ان انا قلت لكم ان انا مريت بشوية ظروف هي اللي خلتني ان انا ابطل شغل فترة. تمام. فانا عايزاكم تدعولي من قلبي، لان انا بجد ببقى محتاجة فعلا كل الدعوات اللي الناس تدعيها لي. بجد بأمانة يا جماعة، والله أنا ببقى محتاجة لدعواتكم. تمام. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش وما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو اللي زيكم. واللي ما اللي متابعني من بره ما بيخشش في القناة، مش هتغرمي حاجة، بالعكس انت هتستفادي وانا هستفاد منك كتير لما هنبادل بعض ونشترك ايه، نشترك قنواتنا مع بعض. انا ما بحبش طبعا التبادل لان في ناس ما بتبقاش عندها مصداقية. بس بجد والله في ناس عندي على القناة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم وربنا يحبب فيهم خلقه. بصراحة ناس كويسة جدا وناس ذوق جدا، انا ما اعرفهمش يعني ما اعرفهمش معرفة شخصية، بس بجد بأمانة الله هم ناس تستاهل كل خير وتستاهل النجاح وتستاهل كل حاجة حلوة. احب اشكرهم واتمنى لهم كل التوفيق يا رب. طبعا من ضمنهم اللي هي لذيذ ومميز، انا بحبك جدا من غير انا معرفكيش وما سبقش ليا التعارف مع حضرتك، بس انا بجد والله بحبك جدا وبحب فيديوهاتك، ودايما اول من الناس اللي بتخش عندي على القناة وبتعلق لي وبتعمل لي لايك. بجد والله انتي يعتبر من افضل الناس اللي موجودة عندي. ربنا يحميكي ويحرسك ويحفظ لك اولادك ودايما تبقي في تقدم ونجاح يا رب. طبعا غيرهم كتير، في ناس كتير تستاهل وناس كتير كويسة والله. في حاجات انا في ناس انا بنساها، أو بمجرد ما بشوف تعليقاتها زي مطبخ اسيل او حاجة زي كده. وفي في ناس كتير والله عندي على القناة بس انا مش متذكرة. انا عايزة هبقى اكتب الناس اللي بتتابعني وبتعلق لي اول ما بنزل فيديو، والله لازم اكتبهم ودايما اعمل لهم يعني يعني ممكن اتكلم عنهم بس في القناة لوحدها كده، يعني عشان بس يعني انا بجد عايزه اوصل لكم قد ايه انا فخوره بيكم، بس مش اكتر ولا اقل. طبعا انتوا شايفين منظر الاسبونش يا جماعه، بجد انا مبهوره، اقسم بالله العظيم انا مبهوره. 3 سنتي، انتوا متخيلين؟ طول الاسبونش 3 سنتي في ساق 30-40. اقول لكم المقادير بقى. انا ما كان معايا 4 بيضات. تمام، 4 بيضات حلوين كبار، ومعايا كيس فانيليا. انا مش عارفه ليه كل ما بنزل المدينه عشان اشتري خامات بنسى الفانيليا السايله دي، مش عارفه ليه. ما علينا. طبعا اللي متوفر عندي اللي هي الفانيليا الاكياس، فبقضي بها الغرض. حطيت 4 بيضات، كيس فانيليا، معلقه خل، كوبايه سكر،
سبتهم يتضربوا مع بعض شوية. بعد كده حطيت معلقتين محسن جل ممسوحين، وحطيت نص ميه متلجة بعد ما اتضربوا شوية كمان، وحطيت معايا بقى المقادير الجافة: كوبايتين الا ربع دقيق، معلقتين كبار هرميين نشا، معايا كمان اللهم صل على النبي معلقة كيك شيف، وضربتهم مع بعض. وحطيت المقدار الجاف على الخليط اللي انا ضربته في العجان. تمام. وسبتهم لما اتضربوا كويس جدا، وحطيت نص الخليط في الصاج. وبعد كده حطيت معلقة كاكاو على النص التاني مع معلقتين مية، وضربتهم بالسباتولا. وبعد كده حطيت نص الخليط وفردته في الصاج زي ما انتوا شفتوا، وحطيته على درجة حرارة 200، مولعة الفرن قبل ما اشتغل في الاسبونج، وحاطه صينية مية تحت الشبكة على الصاجة بتاعة الفرن مباشر، عشان توزع البخار بتاعها وترفع لي الاسبونج ويبقى واخد سوا حلو. تمام. الحمد لله الاسبونج طلع زي ما انتوا شايفين عالي جدا، حلو قوي قوي قوي. انا عامله تورته مقاس 20 يا جماعه. التورته دي انا طلعتها ب120 جنيه. الصاج ده مش عايزه اقول لكم عمل معايا سعر حلو. طبعا هو في ناس ممكن تعمل معاه اكتر من كده، بس انا على قد الظروف اللي الناس فيها، الناس تعبانه يا جماعه. فاللي بيطلب حاجه في الوقت ده بجد يعني ده كتر خيره بجد والله. يعني اللي هيلاقي ياكل عيال، ولا يديه يجيب لهم حاجه يحلوا بيها، ولا ايه بالظبط. المهم الصاج ده عمل معايا 200 جنيه. تمام. طلعت التورته ب120، وعملت منهم 8 كبات. القطع اللي طلعت ديت انا عملت بيها زي ما انا قلت لكم 8 كبات. بسم الله ما شاء الله كانوا حلوين. يعني الكب مش مليان على الاخر، بس طلع بسم الله ما شاء الله يعني 8 حلوين. واديت لهم الصوصات كلها، وحطيت عليها كريسبيات. تكلفة الصاج ده يا جماعة ما تعديش معايا ال50 جنيه، يعني ما تعديش معايا ال50 جنيه، لان انا استخدمت كوباية كريمة بس. الكريمة دي الفا، يعني تمنها حوالي 100 حاجة و50 جنيه. انا كنت جايباها في الشكارة ب150. تمام. هي دلوقتي موجودة في محلات العطارة ب100 حاجة و50، ب159 او ب158 حاجة زي كده. تمام. انا استخدمت كوباية واحدة، استخدمت 4 بيضات، استخدمت كوبايتين الا ربع دقيق، استخدمت كيس فانيليا، كيس كيك شيف وتفضل منه كمان شوية، استخدمت معلقتين محسن جل ممسوحين، استخدمت ايه تاني، معلقة كريم باستري كبيرة، معلقة لبن بودر، معلقتين نشا هرميين، معلقة كاكاو اسباني. يعني بتهيألي التكلفة ديت لو انا جيت حسبتها كل حاجة بتمنها كده، بتهيألي مش هتعدي ال50 جنيه. تمام. علب التورت، طبعا العلبة انا كانت عندي وسألت عليها من امبارح او اول امبارح، لقيتها ب6 جنيه. انا كانت عندي لما كنت جايباها ب4 جنيه، مقاس 25 في 25. يعني انا عملت التورته دي مقاس 20، بحطها في كرتونة 25. تمام. والقاعدة بتاعتها اللي هي الطبق بتاع الحلويات الشرقية. يعني بصراحة الأعداد بتاعة التورت من ساعة ما عدت، يعني أنا كنت بجيب التورتة، قاعدة التورتة اللي هي مقاس 20 ديت، كنت بجيبها بحوالي 3.5 أو 4 جنيه. من ساعة ما غليت جبت اللي هي الأطباق الحلويات الشرقية دي. العلب التورت أنا رفعت مرة واحدة 2 جنيه. أنا كنت جايبها ب4 جنيه، وبسأل عليها لقيتها ب6 جنيه. ليه؟ أنا مش عارفة. الأسعار بسم الله ما شاء الله. ايه ده، ايه ده، ايه ده بجد والله. لو كل واحدة هتشتغل على قدها في الحلويات دي مش هتلاقي لها مكسب. يعني يا دوبك اللي هي بتجيبه هتطلعه في الشغل، مش هتلاقي لها حاجة تكسبها. في ايه يا جماعة، الحاجة راحت في داهية ليه كده. يا ريت كل الناس اللي بتتابعني، لو هي في ناس من المنوفية وتعرف حد بيبيع بالاسعار دي، انا هروح له. بس انا هجيب كميات هتكفيني على الاقل الفترة اللي انا هشتغل فيها. لو 4 شهور 5 شهور هجيب كميات واخليها عندي. انتوا فاهمين. طبعا انا كنت مبطلة شغل، بس مع ظروف الحياة اللي الواحد يعني مش عارف يعمل فيها ايه ديت.
بشتغل شغل ضئيل، يعني انا فين وفين على ما بيجيلي اوردر تورتايه، كبات، الحاجات دي. يعني ممكن اعمل لي في الاوردر حوالي 200 300 جنيه، بس كويس، احسن من ان انا مبطله خالص، او احسن ان انا مش شغاله خالص. انتوا فاهمين؟ طبعا انا بطلت انشر على الجروب، يعني انا بطلت ان انا انشر على الجروب، لاني انا جيت فترة كده وبطلت شغل عشان خاطر إن كان عندي مشاكل، ومش عايزة ان انا اعمل مشاكل، او مش عايزة تبقى سبب حاجة، او يعني حاجة انا بعملها تكون سبب في مشاكل ليا او لعيالي او لبيتي او ايا كان. طبعا انا قلت الحمد لله، كفاية عليا شغل المدرسة بتاعي، ف وخلاص استكفيت بكده. بس اللي بيطلب مني بتبقى ناس عارفة ان انا ممكن ان انا هشتغل لها مخصوص، او هشتغل لها هي بس. انما الاول كنت بشتغل بالتمن تورت وبالسبع تورت، اللي هي مقاس 16 ومقاس 18. فانا بطلت، يعني بطلت ان انا انشر على الجروبات عشان ما يجيليش شغل ضغط ياخدني من بيتي او ياخدني من عيالي، او ان انا اهمل في بيتي او في عيالي، او في اي حاجة. انتوا فاهمين قصدي؟ فبقى اشتغل الحاجة اللي مش هتاخدني من عيالي، فاهمين؟ طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين، بصوا صوص الشوكولاته عامل ازاي يا جماعه، تحسوا ان هو مرمل. حتى وانا جايه افرده على البتاع، بصوا شايفين شكل الشوكولاته. انا جيت زهقت بقى وفصلت الفيديو هنا، قمت جايه شايلاها تاني، شلت الوش ده كله ورجعته في قلب كنكه الشوكولاته. يعني انا شلت الوش ده كله كده، رجعته في قلب الكنكه بتاعه الشوكولاته. انا كنت فصلت الفيديو هنا، ورجعت جبت كريمه وجلستها تاني من اول وجديد. مش جلستها، انا ما شلتش الوش كله، انا شلت بس اللي هو الشوكولاته اللي على الوش. وكنت عامله صوص نوتيلا بيضه، وعندي بقى اللي هو الصوص الشوكولاته اللي هي المتحده، اللي هو جيلي شوكولاته. وجبته وفردته. انا كان بقى ايه، هرجع تاني اعمل صوص شوكولاتة. رجعت بقى قلت ايه، انا لو عملت صوص هعمل عشان خاطر الدربات وكده. فرجعت قلت لا، انا هعمل ايه اللي هي هحط جيلو شوكولاتة وهفرد بيه وهنزل بيه الدربات برضه. وكان هما شوية عندي في كيس استخدمتهم، وقلت ايه، انا هحاول اخلص. طبعا انا اللي عندي يا جماعة، عندي خامات، بس خامات عندي الكريم اللي عندي مربة الحليب، عندي منها لسه الكيسين. كنت انا جايبة جردل اللي هو الكيلو ده، وعندي لسه جيليو فراولة، وعندي لسه جيليو مانجا، وعندي كريسبيات، وعندي كنت قايله لكم ان انا جايبه شكارة كريم شانتيه، ما خدتش منها حوالي يجي 2 كيلو على بعض. كنت جايبه شكارة 10 كيلو. وعندي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كان عندي ايه تاني، عندي كاكاو، وعندي لبن بودرة، وعندي جردل. كنت جايبة جردل محسن جل اللي هو ال4 كيلو. يعني بسم الله ما شاء الله، كان عندي شغل كتير. طبعا انا كنت، بص بقى، الوقت اللي انا ضيعته في ان انا شلت الشوكولاتة من على الوش، كان خلاص. يعني انا كان العصر بيأذن عليا، وانا المفروض ان العاملة هتبعت حد ياخدها قبل المغرب. انتوا فاهمين قصدي؟ فانا عايزه احطها في الفريزر بس على الاقل تلحق تشد. فجيت عملت ال اللهم صل على النبي. جيت عملت الروزتات زي ما انتوا شايفين كده، و... و... وحطيت وحزمتها زي ما انتوا شايفين. عملت نص، هعمل نص بقى كاكاو، ونص اللي هو الفانيليا. والمفروض طبعا ان انا ما احطش الروزيتات على الصوص مباشر كده، عشان عارفه انها تتزحلق. بس بقيت ازين بسرعه عشان احطها في الفريزر تلحق تشد. تمام. طبعا انا اسفه على الصوت اللي جنبي ده، لان في صنايعيه شغاله في البيت اللي جنبينا، فالصوت مسمع عندي. فالحمد لله انا زينتها زي ما انتوا شايفين. انا كنت عامله حتى معالق اللي هي الشوكولاته، في اللي هي القالب السيليكون. ومعرفش، نسيت خالص ان انا كنت ناوية ان انا احطها في التزيين، ونسيت خالص ان انا حتى ازين باللي هو المعالق، او اللي هي الاشكال اللي هي بتاعه ترانسفير. كنت عاملة قلوب ترانسفير اللي هي المطبوعة، وكنت عاملة معالق شوكولاتة بيضة ومعالق شوكولاتة بني. معرفش ايه اللي لهاني، وبصراحة اللي حصل معايا ده لخمني وخلاني ضيع عليا حتة ان انا يعني اظبط الشغل اكتر من كده. طبعا زي ما قلت لكم، مادام البني ادم ايديه مش في الشغل على طول، بي
اكيد في حاجات بتسقط منه، او في حاجات مثلا بتلخمه بصراحة. الواحد يعني من قلة التركيز بقى بيشتغل الحاجة يعني. ماشي، انا بشتغل بضمير وكل حاجة والله، بس في عدم تركيز من كتر الضغوط، ومن كتر الوش، ومن كتر المشاكل، تحس ان في قلة تركيز. اتمنى منكم ان انتوا تدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم كده، وانا عارفة ان انتوا اكيد طبعا هتدعوا لي من قلبكم، و... ويا رب يا رب يسترها علينا وعليكم، ويحفظ أمة محمد يا رب. طبعا مش عايزه اقول لكم، طبعا اكيد لو وصلتوا معايا لحد هنا مش هتبخلوا عليا باللايك ولا بالكومنت الحلو اللي زيكم، واشتراك في القناه. وانا عارفه ان الناس كتير بتتابعني من غير ما تشترك في القناه، ده فضلا وليس امرا منكم. فطبعا اكيد احنا لما بنتابع بعض بنستفيد من بعض كتير، وبنشارك بعض في الافكار، في الحاجات اللي بنعملها. طبعا عارفة ان في ناس كتير بتتابعني، وانا قلتها لكم قبل كده، اللي بيشوف فيديوهاتي وحاسس انها كويسة ومقبولة يتمنى لي التوفيق، ويتمنى لي الخير. واكيد طبعا لما تتمنوا لي ده اكيد هتدعموني، وتثبتوا لي ده بالدعم، انا عارفة. طبعا اتمنى لكل الناس اللي بتتابعني الخير والسعادة والتوفيق والفرح يا رب، ويبعد عنكم اي شر، ويبعد عنكم اي حاجة ممكن تأذيكوا، او اي حاجة ممكن تنكد عليكم او تعكنن عليكم، زي ما انا جت عليا فترة وكنت كده. اكيد طبعا لما حد بيمر بحاجة وحشة ما بيبقاش عايز الناس اللي بيحبها، او اي حد بيعتو ان هو قريب منه ما يمرش بنفس التجارب اللي هو مر بيها. طبعا انا يا رب اكون انا خفيفة عليكم، وفيديوهاتي خفيفة عليكم، وعارفة ان اكيد لو في ناس بتشوف فيديوهاتي مش كويسة، آه، عارفة ان هي هتتكلم، اكيد انا مش هزعل. وعارفة ان هي لو اتكلمت في اي حاجة من اللي انا بعملها مش بسطاكوا او مش عاجباكوا، ما عادي. اما انتي مثلا تكتبي لي وتقولي لي مثلا في حاجة غلط انتي عملتيها، او في حاجة، صدقيني والله انتي كده بتعلميني، او انتي كده بتنصحيني ان انا ما اكررش ده، او ان انا ما اعملش ده. انا زي ما قلت لكم، احنا كلنا بنتعلم من بعض، وكلنا بنفيد بعض بافكارنا، وكلنا يعني بنحب الخير لبعض. احنا كلنا مسلمين في بعض، سواء مسلمين او مسيحيين او على اي ديانة، احنا كلنا بنحب الخير لبعض يا جماعة. اللي قلبه نضيف وقلبه صافي هيتمنى لكل الناس الخير والسعادة. اما لو في ناس بقى نفوسها دفينة والكلام دوت، لا، ربنا يبعدنا عنهم، ربنا يبعدنا، ولكم صالح الأحوال يا رب، والخير والسعادة والتوفيق والنجاح. دي منظر الكبات اللي انا عملتها. انا طلعت الكب من ده يا جماعة ب10 جنيه، اللي شايف ان هو كده رخيص يقول، اللي شايف انه كده اغلى برضو يقول. ولو في افكار كتير ممكن ان انا اعملها فيدوني، مش هزعل بجد، لا انا هبقى مبسوطة ان انتوا تفيدوني بحاجات احسن واكتر. اتمنى لكم الخير والسعاده. تحطوا لي لايك حلو لو وصلتوا معايا لحد هنا، وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.